جورج سيدهم بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم وضيف أحمد. الفرقة كانت ناجحة جدا في الستينات وعملت مسرحيات وأفلام وبرامج مشهورة. بعد وفاة الضيف أحمد سنة 1970 جورج وسمير فضلوا مع بعض، لكن بعدها بشوية كل واحد بدأ يشتغل لوحده. جورج اختار يكمل على المسرح وفعلا فتح مسرح باسمه في القاهرة، كان بيعرض عليه أعمال باسمه، لكنه ما كانش بيشتغل بنفس الكثافة اللي كان عليها مع سمير غانم. ومع الوقت ما بقاش مطلوب في السينما ولا التلفزيون زي زمان، وده زوده إحساس بالعزلة. وسنة 97 جات له جلطة في المخ أثرت على نطقه والحركة وبقى شبه عاجز، لكن قبل الجلطة كان مدي توكيل عام شامل لأخوه أمير سيدهم علشان يدير أعماله ويتصرف في شؤون المادية. بعد الجلطة مراته ليندا مكرم بدأت تكتشف إن الفلوس اللي كانت بتدخل من المسرحيات القديمة والإعلانات ما بقتش بتوصل لهم، واكتشفت إن أمير أخوه باعتباره معاه التوكيل باع شقة من ممتلكات جورج وسحب مبالغ من حساباته واستولى على إيرادات أعماله القديمة، وبعد كده سافر وسابه. جورج وقتها ما كانش بيقدر يتحرك ولا يتكلم وما كانش قادر يراجع أي حاجة، وليندا مراته حاولت تتحرك قانونيا لكن للأسف التوكيل كان ساري وما قدرتش تعمل كتير. ومن وقتها فضلت مراته الست الأصيلة هي المسؤولة الوحيدة عن رعايته، وصرفت عليه من شغلها الشخصي لحد وفاته سنة 2020.